الاكله دي من الاكلات اللي بتدفي في برد الشتاء، وحبه صغيرين منهم يملوا لك الحله قد كده، يعني اللي انت شايفاهم دول حوالي ربع كيلو. اكله مش مكلفه خالص، وفي نفس الوقت القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا. دي كمان مهمه جدا للولاد في وقت المدارس لانها بتساعد على تنشيط الذاكره. بصي يا ستي، هتجيبي حوالي ربع كيلو من غله القمح، وهتبداي طبعا تنقيها، وبعد ما تنقيها هتغسليها بقى وتصفيها، مش هنحتاج ننقعها ولا حاجه. المهم هتجيبي الحله وتنزلي بالغله وتحطي عليها كميه ميه مناسبه، وهترفعيهم على النار وهتغطيها، بس الغطا يكون محكم علشان عايزاها تدخل في السوا. هتاخد معاكي حوالي كده من ساعه لساعه الا ربع، وهي بتغلي على النار لحد ما توصل للشكل اللي انا هوريهولك كده. شايفه هو ده الشكل اللي انا عايزاه. هتلاقي الحجم بتاعها زاد، بصي، وفشرت شويه فيها، وسيبيها في الميه اللي احنا سلقناها حوالي ساعه كده او نص ساعه، مش هقولك ساعه، نص ساعه بس، وهتلاقيها كمان زاد حجمها عن الاول. هو ده المطلوب. اديها بقى غلوه على النار، وهنبدا ننزل بشويه لبن، وكمان بقى عشان تعلي الطعم هنحط معلقه من الزبده او السمنه البلدي. وصل معايا في الفيديو لحد هنا عرف انا بعمل ايه. المهم كمان هتحطي السكر حسب الرغبه، السكر بس هيدوب معاها يعني غلوه واحده، وطفي عليها النار وقدميها بقى وهي سخنه مولعه، وبألف هنا.